السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه أي على أصحابه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا أي يقصها عليه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نقول هذه الرؤيا التي كتبتها أخت لنا من الجزائر في التعليقات، وهي مهمة جدا ومصدقة لما قلته في الحلقة السابقة: أفيقوا قبل فوات الأوان. فلنتعرف عليها إن شاء الله عز وجل. فابقوا معي لنهاية الحلقة، وبسم الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد. فهذه رؤيا كتبتها أخت لنا من الجزائر في التعليقات في الحلقة الماضية: أفيقوا قبل فوات الأوان. وإن كنت لم تشاهد هذه الحلقة فشاهدها بعد هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل. تقول أختنا فيها: أنا والله شفت رؤيا يا رب يستر ويحفظ الأمة هذه. شفت أني أمشي بالليل وكان بعض النور في طريقي رغم الظلام وكان السكون شديدا، وكنت أرى شخصا يرافقني لا أرى سوى ملابسه البيضاء، فنظرت إلى السماء فوجدت علامة الإنترنت الواي فاي مكان القمر مشتعلة. كان المنظر رهيبا فذهلت وقلت: يا ربي لماذا نزعت لنا القمر من السماء ووضعت هذه العلامة مكانه؟ فقلت في نفسي: سوف أسجد وأطلب من الله أن يعيد القمر للسماء. فسجدت على الأرض وأطلت السجود، وذلك الشخص المجهول معي أراه كنور أبيض. ثم قمت فرفعت رأسي فوجدت العلامة ما زالت، فقلت: يا ربي لم تستجب دعائي ولكني فهمت، أنت غاضب علينا لأننا أصبحنا نعبد هذه العلامة من دونك. فذهبت مسرعة وأصبحت أنادي على الناس ليخرجوا، فخرجوا وهم سود الأجساد ويرقصون ويتمايلون. الله المستعان. فقلت لهم: اتقوا الله وعودوا إليه، فلقد نزع لكم القمر من السماء. فنظروا كلهم فحجب الله عليهم المنظر فلم يروه. فقلت: يا ربي لماذا حجبت عليهم ذلك؟ سوف يكذبونني. وفعلا قالوا لي: لا يوجد شيء. ودخلوا بيوتهم وهم على تلك الحالة، أي من الرقص والتمايل وسواد الأجساد، وكانوا كلهم متشابهون وسود الأجساد. فجأة سقط سحاب من السماء غطى الأرض واستيقظت مرتعبة. الله المستعان. أنا أقرأ الآن وجسدي كله يقشعر. الله المستعان. هذه رؤية عظيمة لهذه الأمة، وهذه رؤية تحذيرية، نسأل الله السلامة والعافية. فيها الكثير من الواقع الحالي ومما سيحدث إن شاء الله عز وجل في المستقبل القريب ليس البعيد. ونؤولها إن شاء الله تأويلا سريعا، لكن أحب أن تستيقظ وتنتبه لما قلته في الحلقة الماضية: أفيقوا قبل فوات الأوان. ولعل هذه الرؤية تصدق ما قلته في الحلقة الماضية، حتى أن الأخت كتبتها في تعليقات الحلقة الماضية: أفيقوا قبل فوات الأوان. قالت: شفت أني أمشي بالليل وكان بعض النور في طريقي رغم الظلام. وهذا يدل على ما نحن فيه الآن من ليل وظلام ووجود فتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل فأمسكوا صبيانكم ساعة من الليل، فإن هذا موعد انتشار الشياطين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الظلام يكون دائما فيه الفتن. قال الله عز وجل في سورة الفلق: ومن شر غاسق إذا وقب. قال أهل التفسير: أي من شر الليل إذا جاء وفيه الظلام والعياذ بالله. فكلما رأى أحدنا الليل وظلام يعلم أن هذا فيه فتن، وأن هذا فيه الشر والعياذ بالله. وهذا هي ما رأته الأخت. قالت: شفت أني أمشي بالليل وكان بعض النور في طريقي، أي في طريق الأخت، ليس في طريق الناس إنما في طريقها، ويرجى هذا في مسلكها من عبادة وغير ذلك بفضل الله عز وجل. وكان السكون شديدا، أي هدوء تام، وكنت أرى شخصا يرافقني لا أرى سوى ملابسه البيضاء. والشخص هذا والله أعلم أنه عمل الأخت. فنظرت إلى السماء فوجدت علامة الإنترنت الواي فاي مكان القمر. الله المستعان. القمر
في رمزه والله أعلم أنه يكون شخص له هيبة وله مكانة، أو أمر مهم للأمة وللناس، كما قال يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي التأويل أن الشمس والقمر أبوه وأمه، فهذا يدل على أن القمر له مكانة عظيمة، وهذه أيضا علامة من العلامات، الشمس والقمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فهذا هو الدليل الثاني أن هذه الآية وجدت، وقد ذكرنا فيما مضى أن الآيات تخوف العباد من الله عز وجل مما ذكرناه فيما سبق، سواء من الانتشار الفيروس أو ما كان من كثرة الخسوف والكسوف. وقال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال سبحانه وتعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهذا والله أعلم ما يحدث الآن، يتخذون هذه الآيات كأنها نزهة، وينسب هذا الفضل إلى أسباب طبيعية كما يسمونها أو أسباب فلكية، لا يقولون أن هذه آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. وللأسف الشديد فالقمر والشمس آيتان من آيات الله عز وجل. وفي هذه الرؤية تقول الأخت: فوجدت علامة الإنترنت الواي فاي مكان القمر مشتعلة، كان المنظر رهيبا، مما لا شك أنت لو تخيلت معي هذا الأمر ستجد المنظر رهيبا. إذا كان هذا في الواقع قد يخاف الناس خوفا شديدا إلا من طمس الله على قلبه والعياذ بالله. فذهلت وقلت: يا رب، لماذا نزعت لنا القمر من السماء ووضعت هذه العلامة مكانه؟ استغربت الأخت من هذه العلامة وهذه الآية، فقلت في نفسي: سوف أسجد وأطلب من الله أن يعيد القمر للسماء. وهذا الذي لا بد أن يحدث أيها الإخوة الكرام. كلما رأى أحد منا آية من آيات الله عز وجل يخوف الله بها عباده سبحانه وتعالى فإنه يزداد قربا إلى الله عز وجل، وهذا ما ينبغي على العباد أن يزدادوا قربا إلى الله عز وجل. والسجود معلوم أنه من التقرب إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فهذا دليل على أن كل من يسجد لله عز وجل فهو قريب إلى الله عز وجل. وهذا من الذي ينبغي علينا أن نفعله في هذه الأيام خاصة ما نراه مما في هذه الرؤية من انشغال الناس بقيل وقال والتواصل الاجتماعي والشهرة والتفاهات وغير ذلك من هذه الأمور، وأعرض الناس كثير منهم إلا من رحم الله بالكلية عن الدين أو بشيء سطحي، وتركوا كل الدين والعياذ بالله، واهتموا بما في برامج التواصل الاجتماعي وغير ذلك مما نراه واقع وللأسف الشديد. الشاهد أن الأخت هنا عندما رأت الآية تقربت إلى الله وسجدت ودعت الله عز وجل بأن يرفع عنا هذه الآية وهذه العلامة وأن يرجع القمر مرة أخرى. قالت: فسجدت على الأرض وأطلت السجود وذلك الشخص المجهول معي أراه كنور أبيض. وهذا كما قلنا هذا الشخص المجهول والله أعلم هو عمل الأخت والله أعلم. ثم قمت فرفعت رأسي فوجدت العلامة ما زالت فقلت: يا ربي، لم تستجب دعائي ولكني فهمت. العلامة لم تزال لأن الأخت فقط هي التي سجدت وتقربت إلى الله عز وجل، وعامة الفتن الكبيرة لا بد من رجوع الأكثرية من الناس، لا أن يكون واحدا فقط. من تقرب إلى الله في فتنة أو في محنة أو في آية فإنما ينفع نفسه فقط بفضل الله عز وجل. أما أن يقوم شخص واحد نيابة عن كل الناس والناس لم يرجعوا فإن هذا يدل على أن هذا لن ينفع كل الناس، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث وفينا صالحون فإن هذا لا ينفع إلا أنفسهم فقط. صلاح الصالحين لا ينفع إلا أنفسهم إذا عم البلاء وانتشر الفساد والعياذ بالله. فهذا فيه دليل وتأويل لهذه الرؤية أن سجود وتقرب الشخص للأمة أو للناس لن ينفع الناس، إنما ينفع الشخص الوحيد فقط. قالت الأخت: فوجدت العلامة ما زالت فقلت: يا رب، لم تستجب دعائي ولكني فهمت. أنت غاضب علينا لأننا أصبحنا نعبد هذه العلامة من دونك.
وهذه لا تأويل فيها فإنها مؤولة. فكثير من الناس كما قلنا يقدمون أول ما يصحى من النوم على طول يفتح التليفون ويبدأ ينظر فيه ماذا قال فلان، كيف أتى هذا المنشور بكم إعجاب ومن رد علي، والشهرة، وانشغل بذلك ويسجل نفسه ويصور مقاطع تافهة، مقاطع مضحكة، مقاطع كذا. لا بد أن يكون رأيه في كل شيء، لا بد أن يفعل بعض الأمور من أجل الترند ومن أجل كذا وكذا. ثم إذا هو انشغل عن الصلوات وانشغل عن طاعة الله عز وجل، لو أن كما قيل لو أن كل واحد نظر في كتاب الله كما ينظر في محموله أو جواله أو تلفونه فإنه يكون من الفائزين. لكن للأسف فتنة لطمت كل وجه، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تحدث عن فتنة لا تترك وجها إلا لطمت، أي أخذت منه وأخذ منها. ولعل هذه من الفتن الحادثة التي ننظر فيها الآن، فما من أحد تقريبا على وجه هذه الأرض إلا ومعه محمول، إلا وهو ينظر فيما يوجد في برامج التواصل الاجتماعي. وللأسف الشديد حتى الصغار من الأطفال معهم أجهزة إلا من رحم الله عز وجل، يفتنون بهذه الفتنة والعياذ بالله. قالت الأخت: أنت غاضب علينا لأننا أصبحنا نعبد هذه العلامة من دونك، فذهبت مسرعة وأصبحت أنادي على الناس، أي تحذر الأخت الناس في هذه الرؤية ليخرجوا، فخرجوا وهم سود الأجساد ويرقصون ويتمايلون. وهذه وللأسف الشديد صفة كثير من الناس في وقتنا الحالي. فسبحان الله العظيم، أمس أو قبل أمس كنت أشتري بعض الأشياء فوجدت زفة عروس وعريس، وإذا هم يوقفون الطريق كاملا من أجل أن يلفوا هكذا ويوقفوا الطريق كاملا من أجل أن بعضهم يفحط أو بعضهم يلعب بسيارته، والأغاني صاخبة تقريبا من جميع السيارات، وانتشر الأمر في ذلك وعطل الطريق وكل هذا. وإذا قيل لهم افعلوا قالوا يعني مش عايزيننا نفرح، يعني مش عارف إيه، ويفعلون أشياء يدلون بذلك على أنهم مغيبون. هذا بخلاف ما يحدث من حفلات ومن اتخاذ اللاعبين والممثلين والمغنيين قدوة، وتركوا القدوات الصالحة الحقيقية. وهذا هو الواقع، الرؤية تصف الواقع. سود الأجساد يتراقصون ويتمايلون وللأسف الشديد. قالت: فقلت لهم اتقوا الله وعودوا إليه، أي ارجعوا إلى الله عز وجل وتمسكوا بدينه، كما قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قالت: اتقوا الله وعودوا إليه فلقد نزع لكم القمر من السماء، فهذه آية تخويفية وفيها عذاب. قالت: فنظروا كلهم فحجب الله عنهم المنظر، أي لم يروا شيئا، كما جاء في قول الله عز وجل: ونمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا والله من العذاب، أن يصير العبد دائما في طغيانه وفي عصيانه وفي ظلمه لنفسه وفي إتيانه الكثير من المعاصي وترك الكثير من الطاعات والعبادات. هذا من العذاب. ونمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء من أراد الشر ومن أراد الفتن ومن أراد البعد عن الله عز وجل. ونمدهم في طغيانهم يعمهون. هنا قالت: فحجب الله عليهم المنظر فلم يروه. ولعل هذا أيضا من زيادة الطغيان الذي عندهم، حجب عنهم ذلك. وقد قال الله عز وجل كما ذكرنا في الحلقة الماضية: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والمصيبة الأكبر أن يزدادوا طغيانا على طغيانهم، كما قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا يظنون أن هذا هو النعيم ولم يعلموا أن هذا من العذاب وأن هذا مد في الطغيان، حتى إذا جاءهم عذاب الله عز وجل لم يفلت منهم أحد والعياذ بالله. قالت: فحجب الله عليهم المنظر فلم يروه، فقلت: يا ربي لماذا حجبت عليهم ذلك؟ سوف يكذبونني، أي يقولون أنت كذابة وأنت لست على الصراط ونحن ما فيه خير والله سيرحمنا. نفس الواقع والشاهد في زمننا الحالي.
إذا قام قائم يحذر وينذر الناس من عذاب الله عز وجل وما عليه من أخطاء ومعاصي وظلم وطغيان، إذا هم يطعنون في هذا الرجل وفي هذا المحذر وفي هذا المنذر كما فعل الكفار بالأنبياء والمرسلين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقال الله عز وجل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فلما لم يروا شيئا من كثرة الفتن والطغيان ومما زيد عليهم من الطغيان ونمدهم في طغيانهم يعمهون، إذا هم يكذبون هذه الأخت ويكذبون كل من ينذر ويحذر من عذاب الله عز وجل. قالت وفعلا قالوا لي لا يوجد شيء ودخلوا بيوتهم وهم على تلك الحالة التي هم عليها من سواد الأجساد والتراقص والتمايل، وكانوا كلهم متشابهون وسود الأجساد. قالت فجأة سقط سحاب من السماء غطى الأرض. الله أكبر، جسد الآن يقشعر. السحاب قد يكون رمزه في الرؤى خير وقد يكون عذاب والعياذ بالله، وواقع هذه الرؤية والشاهد فيها أن هذا لا خير فيه، إنما هذا عذاب والعياذ بالله. قال الله عز وجل عن قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم رأوا سحاب ورأوا ريحا تأتي فقالوا هذا عارض ممطرنا، إنما هذا سحاب سيأتي ويكون معه الخير وينزل المطر ونسقي الزرع ونسقي البهائم وغير ذلك. قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به، أي من العذاب والعياذ بالله، ريح فيها عذاب أليم. وهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا سيكون عن قريب، إلا أن يرجع الناس إلى ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. عذاب سيحل على الأرض، الله المستعان، الله المستعان. فلنحذر أيها الإخوة، الله المستعان. هذه الرؤية تؤول نفسها. فجأة سقط سحاب من السماء غطى الأرض، أي فجأة جاء عذاب من الله فجأة. وكذا يأتي عذاب الله عز وجل، يأتي فجأة، يأتي بغتة، كما قال الله عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. بغتة يعني فجأة، وهذا يدل على أن هذا السحاب في هذه الرؤيا عذاب والعياذ بالله. فجأة سقط سحاب من السماء غطى الأرض، أي انتشر وفجأة والعياذ بالله. ولا شك أننا وجدنا مثل ذلك في عام 1441 الموافق 2020 في فيروس كورونا الذي جاء في عام 2020 وانتشر وغطى الأرض والعياذ بالله، حتى أغلقت المصالح وأغلقت المساجد وأصبح هناك ضوابط. ولعل العذاب القادم يكون أصعب وأشد مما وجده الناس في فيروس كورونا والعياذ بالله. قد يكون هذا أشد لأن الناس لم يتعظوا بالآية السابقة، بل ازدادوا في طغيانهم يعمهون واستمروا في ذلك، بل أكثر على ما كان من زمن وقبل كورونا، بل ازدادوا في ذلك. فالعذاب القادم والعياذ بالله قد يكون شديدا وأعظم والعياذ بالله. فانتبهوا بارك الله فيكم وتوجهوا إلى الله عز وجل، وخلوا عنكم هذه الأشياء التي تشغل عن ذكر الله عز وجل والذي يخوض فيها كثير من الناس. هذا والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، واجعلنا من أهلك وخاصتك وأنصارك وجندك وحزبك، واجعلنا من أوليائك وأصفيائك. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.